السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة من التراث المصري الأصيل. وصفة حلوة جدا هنعمل مع بعض النهاردة الدقة المصري. بصوا بقى، مش عايزة أقول لكم على فوائدها كلها بصراحة، في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت اللي عامل ريجيم ممكن ياكلها بس يتنازل عن حاجة بسيطة منها. وبعد كده هنعمل على طول الوصفة بتاعتنا وهنطبقها على النار. بصوا بقى النهاردة أنا عاملة إيه في الدقة بتاعتنا. جايبة فيها سمسم، كزبرة ناشفة، حاطة لها سوداني، وكلها بكميات واحدة. يعني انا مثلا لو هنحط كوباية من السمسم هنحط زيها كزبرة، هنحط زيها سوداني. وهنبدأ بقى هنعمل فيهم ايه، هنبدأ نرفع واحدة واحدة فيهم على النار علشان عايزينها بس تاخد تحميصة بسيطة. بصوا في البداية هنحمص السمسم، مش هحمصه قوي لان انتوا زي ما انتوا شايفين اهو متحمص، بس انا هديله بس ايه، هطلع منه الرطوبة بتاعته. اول ما هيبدأ يسخن على طول بس نفضل نقلب فيه، هروح رافعاه من النار. بصوا هو كان واخد شويه، تحميصه بسيطه، بس بصوا احنا حطيناه على النار فبدأ برضو لونه يحمر شويه. انا خلاص بقى هرفعه على النار واحط على طول الكزبره تاخد برضو نفس التحميصه دي. هحمص برضو الكزبره بتاعتنا برضو نفس الطريقه، يعني هشممها النار بس علشان مش عايزاها تتحرق. يعني اول ما تبدأ نحس ان هي سخنت ونخلي بالنا ان الطاسه سخنه هنروح رافعينها على طول. بصوا بقى السوداني نخلي بالنا عشان ما يتلسعش. في سوداني بيبقى الابيض اللي هو مش متحمص خالص، لو انتوا حابين تجيبوه وتديله تحميصه على النار حلوه يعني ممكن يبقى سهل بالنسبه لنا، بس ده انا مش هاخد معايا ثانيه على النار واقفل عليه. وكمان بيبقى طعمه حلو السوداني اللي احنا بناكله العادي، مش السوداني اللي احنا بنحشي بيه الحلويات. نقلب بقى كده الخليط مع بعضه، المفروض بنسيبه يهدى شويه علشان ما يعملش رطوبه، بس انا يعني هقلبه معاكم، وطبعا انا شغاله بصور الفيديو فهحاول اخلطه مع بعضه على طول، بس المفروض بصراحه بنسيبه يهدى تماما يعني. بصوا بقى الدقه بتاعتنا بقت جميله ازاي، انا طحنتها حلو بس سبتها زي ما يعني ايه اكنها هتجرش حبه. سبت السمسم ايه يعني وحدته تكون ظاهره شويه، وهنرش رشه ملح نقلبها بقى. بصوا بقى دي الدقه المصري بتاعتنا، لو حابين تضيفوا لها سماق تضيفوا لها زعتر هتبقى زي الدقه السوري اللي احنا بناكلها وبتتباع حاليا في السوبر ماركت، بس دي الدقه المصري التقليديه. بصوا جميله ازاي. بصوا بقى ممكن ناكل معاها زيت زيتون، ممكن بالمخبوزات الجميله دي نحطها في زيت الزيتون وفي الدقه هتبقى حلوه جدا. ممكن نحط معاها سماق ونحط معاها زعتر هتبقى زي الدقه السوري او الشامي اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت. والدقه المصري بتاعتنا الجميله دي في منتهى الروعه. هنشيل منها السوداني هتبقى حلوه جدا في الدايت. جربوها ان شاء الله تعجبكم واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.